السلام عليكم ورحمة الله. معانا النهاردة اليوم الثالث في الدورة بتاعتنا. هنشوف هنضيف ايه النهاردة على العلف. معانا إن شاء الله النهاردة بصلاية مفرومة، نحطها كده على نص كيلو علف. نحط كده بصلاية كده مفرومة على نص كيلو علف بالظبط. ناخد معلقة كركم معانا برضو كده، ومعانا معلقة من حبة البركة. نزود برضو حبة البركة شوية كده، وهنقلبهم في العلف كلهم على بعض كده. قبل ما نقلبهم بإيدينا كده، نخلي البصل كله يندمج مع العلف كده. اهو ده برضو او تاني وصفة معانا النهاردة، بدأنا معاهم الوصفات من تاني يوم في العلف. برضو زي ما قلنا دي عينات بنعوض برضو عليها الكتاكيت من العمر الصغير، زي ما اتفقنا، وهنمشي مع بعض واحدة واحدة. نقعد نقلبه كده كويس لحد ما البصل كله كده يندمج مع العلف، والبصل ننعمه على قد ما نقدر. يعني لو مفيش مبشرة كده رفيعة ممكن نعمله عادي في الكبة ونصفي المية بتاعته، بعد كده ناخد اللي يطلع ايه من البصل، ونعبي كده الأكلات بتاعتنا أو الأطباق كده. نعبي كده الطبقين كلهم، حط الكمية اللي أنا عملتها كلها نص كيلو كلها، واللي عنده طبعا أعداد أكبر هيزود العلف. يعني مثلا عند الكمية بتاعت التاكل في العمر ده كيلو، هزود المقادير نفس اللي أنا حطيناه، نفس المقادير كده هنزوده. يعني دولت كده نعملهم ل25. دينا ملينا الطبقين اهم اللي احنا بنحضن فيهم. اللي عنده كمية أكبر بقى تمام هيضاعف في المقادير اللي احنا عملناها دي. ده كده بالنسبة للخلطة النهاردة بتاعت العلف تمام. وطبعا المية زي ما هي نفس الجدول بتاع العلاج اللي احنا ماشيين عليه. احنا حطينا بس النهاردة البصل كتعويض، وفي نفس الوقت هو مضاد حيوي برضه، ان هو المضاد الحيوي اللي حطيناه في المية مثلا مأثرش او ما جابش معاهم نتيجة. معانا حاجة طبيعية برضه اللي هو البصل، والكركم طبعا عشان بروتين، وحبة البركة فيها طبعا زيوت وفوائد طبعا كتيرة لبناء جسم الكتكوت معايا في الوقت ده. دول زي ما انتم شايفين كلهم جريوا، هم شموا ريحة البصل اهو، كانوا ملمومين على بعض زي ما انتم شايفين اهو، كلهم جريوا على العلف. كل الكراكيب دي اتحركت على ناحية الأكل. هي النقطة اللي كنا بنتكلم فيها امبارح اهي، كتاكيت ولا سقعانة ولا فيها أي مشكلة، ده مجرد خوف بس. عشان كده كانوا ملمومين على بعض اهو، كانوا ملمومين على بعض في أول الفيديو لما بدأنا نصور. أول ما الأكل اتحط كلهم إيه جم جري على الأكل. الله ما شاء الله. وطبعا يا جماعة بصوا زي ما انتم شايفين كده، المخرج بتاع الكتكوت ده كده في إسهالات أهي بدأت تظهر معايا على المخرج بتاع الكتكوت تمام. أهو هناك أهو ظهرت معايا في كتكوتين أهو. دي مش مشكلة في العمر ده، دي برضو حاجة طبيعية. إن شاء الله نحط لها بكرة في العلف خلطة برضو، أبتدي ألم الموضوع قبل ما يبقى عامل عندي مشكلة. هو ده طبيعي إن هو بيحصل في العمر ده، إن عمر الكتاكيت
بس انا هبتدي اعالج. كده كده احنا شغالين بالاعشاب، والعلاج بتاعها حاجه من ضمن الاعشاب. يعني كده كده هي حاجه من ضمن الحاجات اللي هنحطها وهنتكلم عليها ان شاء الله في الفيديو بتاع بكره. يا ريت كل اللي بيسمعوا الفيديو دلوقتي يشجعونا، يعملوا معانا اشتراك في القناه عشان يوصل لهم كل جديد. وان شاء الله هنشوف اخر الدوره ديت تمام بنفس الطريقه اللي احنا ماشيين بيها، الاوزان اللي هنطلعها وان شاء الله باذن الله نسبه النافي على الكميه اللي معانا دي لكاد تكون معدومه. وفي حاجه بس كده حابب اكد عليها تاني قبل ما ننهي الفيديو. اهم حاجه عندي في الوقت ده في العمر ده الاسبوع الاولاني 3 حاجات: نظافه الفرشه، الحراره، نظافه الاكلات والسقايات، والتهويه. ده 4 حاجات. ما اقولش ان المكان عندي سقع بالليل غطي عليهم او اقفل عليهم. الشباك مفتوح والباب بتاع المكان معايا مفتوح، مش حاطط اي ستاير ولا حاطط اي حاجه. التهويه كلها مفتوحه بس مفيش هواء مباشر جاي عليهم. حسيت ان الحراره قلت معايا في المكان، بدل ما دولت لمبتين صفر زي ما هما كده 200 واط، عادي ممكن اركب التالتة هنا واركب الرابعه هنا، اقعد ازود في اللمط براحتي. اهم حاجه تمام ما اقفلش عليهم، لان اللمبه دي اللي انا بدفي بيها دي بتحرق معايا اكسجين، تحرق الاكسجين اللي في المكان، فانا لازم اكسجين جديد يخش المكان. فاهم حاجه اركز على دلوقتي الهواء في المكان على طول، وما يكونش بتيار مباشر على الحاجه اللي عندي. الحراره ما تقلش، يعني احنا شغالين على 35 34، يا 35 يا 34، ما تقلش عن كده. لو زادت مش هتأثر معايا في مشكلة كبيرة، بس خلي بالي برضو منها. ونظافة الفرشة ونظافة السقايات والأكلات، دول أهم حاجة أدور عليهم دلوقتي في الأسبوع الأولاني ده. ولا أركز في خلطة ولا أركز في أي حاجة. أهم حاجة لو أنا عملت ال4 حاجات دول كويس واهتميت بيهم، بإذن الله أنا ضامن 70% من نجاح الدورة. بس كده يا جماعة، ده كان فيديو النهاردة، انتظرونا إن شاء الله في الفيديو الجاي.